حبل الخيانة. قصة من تأليف الكاتب أحمد محمود شرقاوي. أنا عشت مع أبويا ومراته وقت طويل قوي، يمكن 20 سنة كاملين، وكانت الأمور ما بينهم كويسة جدا. ورغم إن علاقتي مع مرات أبويا ما كانتش أحسن حاجة، بس الأمور كانت كويسة وكل حاجة بخير. حتى لما اتخطبت أول خطوبة ليا، كانت مرات أبويا واقفة معايا وكأنها أمي اللي ما شفتهاش ولا افتكر شكلها إطلاقا، لحد ما في ليلة أبويا رجع من الشغل وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشه. كان وشه أحمر وعينيه بتطلع شرار. حاولت أفهم فيه إيه وأبويا ليه بيتعامل بالطريقة دي، بس ما فهمتش غير لما بعد يومين جالي تليفون على مصيبة حرفيا. أبويا عرفت إن مراته بتخونه من وقت للتاني مع شاب صغير، ولما راقبها قدر يوصل المكان اللي بيتقابلوا فيه، وهجم عليهم وقتل الشاب ده ومراته في حادثة دموية قوي، واتقبض عليه. بس كان زاهد في الدنيا تماما، وكأنه خلاص مستني ملك الموت. ولما حاولت أفكره بيا وأنا ماليش حد من بعده، قال إنه كتب الشقة باسمي وسايب وديعة كبيرة أصرف منها تكفيني سنين طويلة، وإنه كده مطمن عليا قوي. وقال لي كلمة مش هنساها أبدا ما حييت: حبل الخيانة قصير قوي، وإن الخاين مهما عمل مسيره هيكشف، وربنا بيظهر خيانته وغدره قدام كل الناس. ومفيش أيام وأبويا قابل رب كريم وهو مش ندمان إطلاقا إنه طقم لشرفه وقتل مراته وعشقها. وعشت أنا وقت طويل قوي وحالتي النفسية في الحضيض. بعد ما كانت لي عيلة في يوم وليلة كل حاجة اختفت وبقيت لوحدي، ولولا إن أبويا سايب لي كتير كنت هتبهدل من بعده بهدلة السنين. وفي النهاية بسبب ناس كتير وقفوا جنبي قدرت أتخطى الأزمة دي وأقف على رجليا من تاني، وبدأت أدور على شغل كويس قريب مني، وبدأت نوعا ما أحس بالهدوء والسكينة بعد ما تعودت على حياتي الجديدة. الشقة في مكان فخم ومحترم برضه، والمبلغ اللي مسنود عليه مش قليل. وفعلا كلمت ناس معروفة وشافولي شغل في مكان كويس. في الفترة دي كانت جارتي اللي قصادي أرمرة راجل مهم وكان في منصب كويس. لقيتها بتتكلم معايا علشان عايزة الشقة وهتدفع فيها مبلغ كبير، لأنها هتفتح مكتب محاماة في الشقة بتاعتي علشان يبقى المكتب قصاد شقتها بالظبط، وفي المقابل هتدور معايا على شقة لنفسي كويسة. طبعا رفضت بدون أي تفكير، وتحولت نبرتها المحترمة ناحيتي لنبرة فيها تهديد علشان أرضخ لكلامها. بس برضو كنت مصرة على رأيي تماما، مش هبيع شقة أبويا ولو بمال الدنيا كله. رفعت عليا قواضي وعملت فيها محاضر إزعاج، بس دايما كان في شهود إني واحدة محترمة ومش بزعج أي حد. فضلت أكتر من 2 سنين تحاول بكل الطرق علشان تجبرني أبيع الشقة، لدرجة إني لمحتها في مرة بترش حاجة قدام باب شقتي. بس كل ده فشل في النهاية، وما قدرتش تعمل معايا أي حاجة، لحد ما فعلا اتهدت وبعدت عني أخيرا، مع إني كنت فعلا قربت أسلمها الشقة من خوفي وتوتري اللي عشت فيه طول الفترة دي. خوف ورعب، ناس بيمشوا ورايا، تخويف ومشاكل ومحاضر. بس الحمد لله بعدت عني كتير في الفترة دي. اشتغلت وتعرفت على مروان، شاب محترم ومهذب، وكان شكله وسيم جدا، وزي ما بيقولوا ما خدتش في ايده غلوة وكنت بين ايديه. حبيته جدا وكنت بتسحب ناحيته بطريقة غريبة، ومع ذلك كنت بحاول أقاوم عشان ما نجرفش لأي علاقة حرام بيني وبينه.
لحد ما جه واعترف لي إنه بيحبني وما يقدرش يعيش من غيري. كلام جميل خلى قلبي يطير من الفرحة، ولما عرف ظروفي اتمسك بيا أكتر وطلب إنه يخطبني. ولما اتفقنا وكل حاجة بقت تمام بدأ يتراجع وينسحب بطريقة غريبة. سألته أكتر من مرة بس كان دايما صامت، لحد ما في النهاية اتكلم وقال إن ظروفه ضعيفة ومش عارف حتى يوفر شقة إيجار، والأمور معاه صعبة جدا. وفضل في حالة اكتئاب لدرجة إنه ساب الشغل كله وبعد أكتر وأكتر. وأنا كنت بحبه واتمسكت بيه قوي، بل وقلت له إني مش محتاجة منه غير دبلة خطوبة ونتجوز في شقتي ونعيش سوا والدنيا هتبقى كويسة. وبعد عناء وافق أخيرا، واتخطبنا أنا وهو واتجوزنا في شقتي، وعشنا مع بعض أيام طويلة في سعادة طويلة. رغم إنه كان بيدور على شغل تاني بس كنا بنعرف نمشي أمورنا، وعمري ما كلمته في نقطة مين بيصرف ولا مين ما بيصرفش. ولما بدأت المشاكل تظهر ما بيننا غصب عني قال لي إنه لقى شغل بس هيقعد بالأسبوع بره البيت، وأنا وافقت. كنت بس عايزة أتأكد إن هو ممكن يتعب علشاني وعلشان احتياجاتي ولا لأ. وفعلا جوزي سافر ورجعت لوحدي في الشقة. ومن تاني ليلة لما سافر سمعت صوت خبط غريب على باب شقتي في نص الليل. خرجت وأنا خايفة وفضلت أدور علشان أعرف مين، بس ما كانش في حد. الموضوع زود رعب جوايا قوي، خاصة إن الخبط استمر طول الليل تقريبا. فكرت أقف ورا باب الشقة بالظبط علشان أول ما يخبط أخرج، بس ما كانش بيخبط غير لما أرجع الأوضة أو الصالة. اتصلت بجوزي لقيته متوتر قوي، وقال لي إن الجيران بيقولوا إن العمارة بقالها فترة بتحصل فيها أحداث غريبة كأنها مسكونة. ما استوعبتش كلامه إطلاقا، بس يوم بعد يوم كان صوت الخبط بيزيد أكتر وأكتر، لحد ما جالي في بالي إنها ممكن تكون الست رجعت لأفعالها تاني علشان تاخد مني الشقة. وراقبتها كتير لحد ما خرجت في يوم وركبت كاميرا مراقبة قدام شقتي وخفتها تماما. كل ده عملته بالاتفاق مع حد معرفة علشان ما حدش يحس بينا. ربطتها بالموبايل وقعدت على السرير أراقب، وفجأة كانت الصدمة. اللي بيخبط على شقتي بالليل مروان جوزي مش الست، والست واقفة قدام شقتها بملابس خليعة بتراقبه. يخبط وهو ماسك الموبايل ويبص فيه، وأول ما قرب من الباب يرجع بسرعة ويدخل شقتها ويقفلوا الباب. فضل الوضع ده كتير وأنا هتجنن. هو بيعرف منين إني قربت من باب الشقة؟ وإيه مصلحته مع الست دي إلا لو كان مركب كاميرا جوا شقتي؟ بحثت بموبايلي لقيت فعلا في كاميرا تانية في شقتي، يعني هو اتفق معاها بشكل أو بآخر علشان يطفشوني، وأكيد وعدته بفلوس ومركب كاميرا تجسس في شقتي علشان يخبط وما يتمسكش، ورابطها بموبايله، وهو ولا سافر ولا اشتغل ولا أي حاجة. وما لقيتش غير الدعاء. دعيت ربنا كتير يلهمني الصواب، لأني كنت لوحدي وخايفة، خايفة أوي، خاصة إن جوزي لما أوهمني إن رجع من السفر بدأ يشجعني نبيع الشقة ونسيبها، لأن المكان بقى مخيف. كل اللي عملته إني خليته يطلقني، وفعلا عملت كده. وبعد ما خبط من تاني عليا بعد الطلاق سلمت الفيديو للنيابة واتعمل له محضر بإنه ما يقربش مني تاني. وارتحت منهم وقت طويل قوي، يمكن شهور، لحد ما فجأة سمعت صوت صراخ غريب، ولقيت حد من قرايب جوز جارتي ماسكة هي وطليقي في وضع مخل، وكانت الفضيحة. ربنا نجاني من شرهم الاتنين، وعرفت إن جوزي كان طمعان فيا أصلا، علقني بيه وانسحب علشان أوافق إنه يجي يعيش معايا. ساب الشغل واتنعم في فلوسي، ولما عملت معاه مشاكل علشان يشتغل ولقى جارتي فتحت له دراعتها خن، واتفق معاه يطفشوني
علشان تاخد الشقة. بس زي ما قال أبويا، حبل الخيانة قصير قوي، واللي بيستعين بربنا في كل حاجة في الدنيا بتبقى في صفه. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله على كل حال. وبكده تكون انتهت قصة حبل الخيانة. استنوني في قصة جديدة.